مكرونه تاني بالطريقه العاديه؟ لا، تعالى اقولك على تركيب بعملها في المكرونه بتطلع احلى واجمل بجد من المره اللي قبليها. يلا بينا نسمي اللي ينسال على رسول ونشوف بقى الطريقه القمر دي عملناها ازاي. حله كده فيها ميه مغليه حطينا فيها كيلو الا ربع من المكرونه، وبعد كده جبنا حله حطينا فيها 3 معالق كبار من السمنه، حطيت عليهم معلقتين كبار من الزيت وحوالي 5 معالق كبار من الدقيق، وهنبتدي اقلب بقى في الدقيق كده في السمنه والزيت لغايه ما نشم ريحه الدقيق ونحس كده ان هو خلاص استوى. وبعد كده هحط عليهم حوالي كيلو وربع من اللبن، وهقلب كده تقليبه وايدي بقى فيها. وبعد كده بقى احط ملح وفلفل اسود وكمان بهارات، وتقدري تحطي اي نوع بهارات تاني لو انت عايزه. انا حطيت بصل بودر. وهنا المكرونه انا عايزاها تكون 3/4 سوا، انا مش عايزاها سلقه كامله، تمام. بعد كده نروح بقى نصفيها، وبعد كده حطيتها في نفس الحله تاني، وحطيت عليها كده كام معلقه من البشاميل، وممكن تحطي كمان الصلصه بتاعه اللحمه، تمام. وبعد كده بقى حطيت رشه صغيره من الفلفل الاسود، وحطيت كمان معلقه من السمنه البلدي، بس كده. وقلبتها بقى تقليبه لغايه كده ما كله صح مع بعض، وبقت كده هتطلع بقى معاكي بجد شكل في الاخر تحفه. جبت بقى صينيه دهنها سمنه كويس، وبعد كده حطيت فيها شويه من المكرونه، ودي بقى اللحمه اللي انا كنت معصجاها ونزلت لكم طريقتها قبل كده. وابتدي بقى ان انا احطها، تقدري تحطي طبعا على طماطم وتسيبيها تغلي شويه. انا صراحه كنت مستعجله فاستغنيت عن الخطوه دي. بعد كده حطيت اللحمه، وبعد كده احط رق من مكرونه تاني، بس الاول احط بقى شويه بشاميل. عايزه اقولك بقى التركه دي تحفه قوي، وبتخلي المكرونه جوسي كده وطريه وجميله قوي. وممكن تحطي كمان رشه جبنه قبل المكرونه. وبعد كده احط بقى شويه من المكرونه، واهم حاجه ان انت توزعي المكرونه كويس كده بالطريقه دي. وانا بقى كنت قبل ما احط البشاميل من فوق نسيت احط القشطه، فاحطها هنا لسه البشاميل كان سخن، فاحط القشطه واقلبها تقليبه كده لغايه ما تسيح. طبعا القشطه دي بتاعت وش اللبن عادي، لما بتغلي اللبن بيبقى ليه كده وش قشطه، تشيليه في الفريزر وقت ما تحتاجيه كده لاي وصفه تطلعيه على طول. بس كده. بعد كده بقى احط على الوش البشاميل، وعايز اقولك اللهم بارك كان البشاميل بتاعها مظبوط جدا وكريمي وكانت تحفه. بس كده. عايزه بقى تحطي على الوش جبنه او قشطه براحتك. انا هنا بقى بعد ما بردت غطيتها ودخلتها التلاجة، لان أنا كنت عاملاها من قبليها بيوم بالليل. وما تقلقيش وشها مش بيشقق ولا اي حاجه، انا تاني يوم طلعتها، بس المقطع ده كان اتمسح. وحطيت على وشها كده كام معلقه من القشطه، ومعلقتين يعني كبار مثلا، ورشه من الجبنه بسيطه قوي. ودخلتها الفرن بقى على درجه حراره 200، وعايزه اقولك استوت. وطبعا قعدت في الفرن حوالي كده 10 دقايق لغايه ما هديت. بصي بقى الجمال.